أهلا بحضراتكم معنا مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات البداية. لكل شيء بداية. مهم قوي ان احنا نتعرف على بداية الأشياء عشان ندرك تماما ان الواقع اللي احنا عايشين فيه او الانجاز اللي تحقق لم يأتي مصادفة، ولكنه كان نتيجة لبدايات وجهد ومثابرة شديدة للغاية. كيف كانت البدايات؟ لضيفنا الكريم دكتور عبد الرحمن شعبان، دكتوراه في الاقتصاد والمحاسبة، هنتعرف عليها من خلال هذا اللقاء. مصر النهاردة بتبتدي تكتب تاريخها من جديد، وولادنا لازم يعرفوا إن الأمل ما بقاش بعيد. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بحضرتك استاذ ساره، وكل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. البدايه نقدر نعتبرها من التخرج ولا من الالتحاق بكليه التجاره؟ لا، هي من البدايه من الالتحاق بكليه التجاره جامعه اسكندريه. كان ده في بدايه الثمانينيات، يعني طبعا في ايام الخير اللي هي كانت الكليه في اوج ازدهارها، وتعلمنا منها يعني بما فيه الكفايه من اساتذه كبار في كليه التجاره. الله يرحم اللي توفى منهم والله يبارك في الموجود منهم ان شاء الله. ان شاء الله. اكثر استاذ او مجموعه اساتذه شكلوا بدايتك في المجال التجاري؟ هم طبعا يعني كل الاستاف اللي كان موجود كانوا عمالقه صراحه، عمالقه محاسبه وعمالقه اقتصاد وعمالقه اداره اعمال. يعني عندنا في كليه التجاره كان عبد الفتاح الصحن، الاستاذ الدكتور عبد الفتاح الصحن الله يرحمه، والاستاذ الدكتور احمد نور الله يرحمه في المحاسبه. دول من ضمن الناس اللي لهم علامات بارزه علينا في ماده المحاسبه بالذات يعني. وبعد كده عندك الدكتور البطريق في الاقتصاد برضه له علامه مميزه. وفي دكاتره كتير والله مش يعني الذاكره مش هتقدر تجيبهم كلهم لان هم كانوا علامات مميزه. والدكتور عبد الحي مرعي في محاسبه التكاليف برضه من العلامات المميزه اللي هي تركت اثر علينا كبير جدا في كليه التجاره، واحنا تعلمنا منهم الكثير. يعني هم كانوا فعلا بيهتموا بالتعليم اهتمام كامل، وبيدونا كل خبراتهم وكل امكانياتهم العلميه والثقافيه في المواد اللي هم كانوا بيدرسوها ايامها يعني. دخول حضرتك لكليه التجاره هل كان اختيار ولا كان اختيار مكتب التنسيق؟ والله حضرتك انا كنت في الثانويه العامه كنت علم علوم. كنت عايز طب اكيد؟ لا، كنت بهدف. انا طبعا ما كنت من المتفوقين الحمد لله في الدراسه بتاعتي. كنت من الاوائل في المدرسه بتاعتي، دايما من اوائل الناس في المدرسه اللي انا كنت فيها، سواء كنت في المدرسه الاعداديه او الثانويه. وبعدين لما جت بعد كده خدني بقى المجموع في الثانويه العامه، فايه يعني كتبت الرغبات. كنت عايز اخش كليه العلوم الاول او كليه التربيه قسم البيولوجي، كانت الرغبات بتاعتي ايامها يعني. وبعدين كتبت كليه التجاره بعديهم، فربنا اراد بيها، وكان لها دور من اعمامي واقاربي. يعني ليا اعمام واقارب كانوا تجاريين اصلا وناجحين في حياتهم الحمد لله يعني، من محرم بيه هنا من اسكندريه قرايبي يعني. فهم قالوا لي لا خليك في كليه التجاره وان شاء الله تتفوق فيها وتمشي فيها كويس. الحمد لله ربنا وفقني فيها الحمد لله، وخلصت الكليه. وبعدين حبيتها يعني. اول سنه كنت كارهها جامد، او ما كنتش مش ميولي يعني اصلا يعني. وبعد كده في سنه اولى جاء الدكتور احمد نور دخل درس لنا محاسبه في سنه ثانيه. الراجل ده حببنا في المحاسبه بطريقه غير طبيعيه الحمد لله يعني. حببنا فيها بطريقه جميله، وبقى يحببنا في المهنه وفي المحاضرات بتاعته. وبدات من خلاله انتمي لاسره اسمها اسره المحاسبه في الكليه، وحبيت ان انا اكون قريب منه. وبقيت الحمد لله احب الماده واحب دراستها، واقبلت عليها بعكس ما كنت في السنه الاولى ما كنتش مقبل على الماده اصلا يعني. تمام. دكتور، يعني فكره أن لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن بتقابلنا كتير في كل حياتنا، لكن لطلبة ثانوية عامة بالتحديد اللي بيطمحوا أنهم يدخلوا ربما كليات معينة رغبة في الدراسة، أو ربما يعني رغبة في الإيمج أو الصورة الذهنية لاسم الكلية، يعني من خلال تجربتك تقول لهم إيه في هذا الموقف؟
والله هو بالنسبة للأجيال الجديدة، لا أنت يعني لازم تدرس اللي أنت الحاجة اللي أنت بتحبها. فأنت إذا حبيت الدراسة ديت وحبيت الكلية ديت أكيد هتنجح فيها وربنا هيكرمك يعني. ولازم يبقى عنده اللي هو الطموح الكافي أو الأمبيشنز اللي هو الكافي عشان يبقى إيه، عشان ينجح في دراسته يعني. عشان أنت تنجح في الدراسة ديت لازم أنت تكون طموح وتكون عندك هدف، لازم الهدف ده تسعى بكل جهدك إنك أنت تحققه. والباب يبقى على ربنا سبحانه وتعالى، هو يعمل يعني على الإنسان أن يسعى وليس عليه إدراك النجاح زي ما بيقول المثل يعني. فهو يبذل قصارى جهده ان شاء الله ربنا يوفقه يعني، ويحب الدراسه بتاعته ويحب الكليه. ودلوقتي الدراسه اتغيرت تماما عن زمان يا استاذ طارق يعني زمان كانت الاعتماد على الكتب والمكتبه والقراءه والاطلاع. دلوقتي في السوشيال ميديا وفي النت وفي توسيع مدارك اكبر من السنوات القديمه، العهد القديم يعني. فالدراسه اصبحت مداركها اوسع ومجالها اوسع من زمان. فحتى بيعتمدوا دلوقتي على السوشيال ميديا، ويعتمدوا على النت، وبيعتمدوا على التواصل الاجتماعي، بيتواصل مع الدكتور بتاعه من خلال الواتساب والماسنجر والفيسبوك. يعني السوشيال ميديا عطت لهم مساحه اكبر للتواصل ومساحه اكبر للتثقيف وتوسيع المدارك يعني. الكلمة سهلة عملنا ايه في الفترة دي وايه حصل؟ من غير سؤال من غير تعب، تعال شوف اللي اتعمل. لكن رغم هذا بنشعر ان همة الطلبة ما بقتش زي زمان، زي الطالب بتاع زمان، رغم ان كانت المصادر عنده محدودة ربما في الكتاب او المكتب الجامعي او المكتبة ومحاضرة الاستاذ. تمام. النهاردة المدارك توسعت، مصادر المعرفة توسعت بكل اللغات تقريبا بتكلفة تكاد تقرب من الصفر، وكل هذه الامور. لكن بنشعر ساعات ان همة الطلبة مش زي همة جيل حضرتك. ايوه، هي دي يعني بتبقى طبيعه عند الاجيال الجديده. الاجيال الجديده لما لقت الامور ميسره وسهله بالنسبه لها فهي استسهلت الموضوع زي ما بيقولوا، او بقى يعني عندهم تحمل المسؤوليه ديت مش زي الاجيال القديمه، باجيال السبعينات والثمانينات اللي احنا عشنا فيها وعصرناها. كانت يعني كان الاول فيه عند الطالب السعي، يعني السعي ان هو يقرا ويطلع ويمسك الكتاب يجيبه من اوله لاخره. دلوقتي الطالب بيستسهل المعلومه، عايز المعلومه تبقى جايه له يعني على طبق جاهزه كده على طول، سريع كده يعني فاست بالنسبه له، سريع جدا. نظام زي نظام الوجبات السريعه اللي متوفره دلوقتي، دايما بيلجأوا كمان للوجبات السريعه، فهو عايز المعلومه على ايه؟ على نفس نمط الوجبات السريعه يعني. ودي هي المشكله الاساسيه، ولازم ان احنا نحاول نتعب في المجهود ونسعى للمعلومه حتى لو هي موجوده على السوشيال ميديا او موجوده على الانترنت. حاول برضه يبقى في سعي ليها ويبحث عليها على جوجل، يعني لما يكتب المعلومه على جوجل ويبحث عليها ويقراها كانه بحث في كتابه وجابها من كتاب بالظبط. دكتور، بالنسبه يعني للنهايات بتبقى بدايات لشيء جديد، يعني نهايه المرحله الجامعيه هي بدايه للدخول في معترك الحياه والحياه العمليه، ولسه يعني ايه الخط اللي هنمشي فيه؟ هشتغل، هسافر، ادور على وظيفه، اشتغل عمل حر. بيبقى لسه الاتجاهات عند الخريج مش واضحه، وربما بيدعى نفسه يعني في مهب بقى الظروف تلقيه في اي اتجاه من الاتجاهات. كيف استعدت لاستقبال وبدايه الحياه العمليه؟ والله استاذ طارق، هي بعد ما الواحد اتخرج طبعا دخل الجيش بتاعه في القوات البحريه. الحمد لله ربنا اكرمني وخدمت في القوات البحريه كجندي يعني في القوات البحريه في طابيه هنا في الكليه البحريه الحمد لله. بعد ما خلصت انا طبعا يعني الميزه في الجيل القديم ان هو كان بيحاول يسعى يدور على شغل في اي جهه في اي مكان يعني. فخدت فتره تدريب في احد شركات القطاع العام هنا، كانت في اسكندريه. خدت فتره تدريب، كنت يمكن كانوا بدونا اجر رمزي جدا. اليوميه بتاعتنا كانت في فتره التدريب ده بعقد كده ب3 جنيه في اليوم، حاجات رمزيه. الكلام ده كانت سنه 86 باليوميه. باليوميه. فخدت فتره تدريب لما كانش لسه في تعيينات ايامها. فبعد كده بقى قالوا لنا طب اقعدوا تعينوا ومش عارف ايه، وبيتحايلوا علينا ان احنا نتعين. يعني بقيت ابغى في فتره التدريب دي، فدورت على شغل في فرصه عمل يعني سفر وحاجات من دي يعني.
فبرضه بعد فتره كده، بعد يعني كان السفر لسه ما توفرش، فايه ربنا كرمني بشغلانه تانية في شركه عن طريق احد اقاربي يعني. ربنا كرمني في شركه اسمها شركه برجوله قطاع خاص يعني زمان. الشركه دي كانت برضه اشتغلت فتره ووقفت فتره بعد كده، فاشتغلت فيها لحد ما ربنا كرمني وجات لي سفريه في السعوديه. يعني برضه اخذنا فتره تعب جامد عبال ما جات لنا فتره السفر ديت. وبعدين التحقت بوظيفه محاسب في الدمام في السعوديه، قعدت حوالي سنه. برضه كانت صعبه علينا وعانينا فيها وتعبنا فيها برضه، ولا انت حضرتك عارف الغربه يعني وتعبها والمشقات بتاعتها. اشتغلت فتره في الدمام، وبعد كده رجعت. ما وفقتش مع الراجل السعودي اللي كنت شغال معاه، لان هو كنت تعبان في الشغل شويه، فربنا سهله ورجعت عشان ادور على فرصه تانية برضو عن طريق مكاتب السفريات. وربنا كرمني ان انا اروح جده مع راجل محترم جدا. انا لحد دلوقتي على علاقه بيه من 31 سنه، لان هو احسن العلاقه واحسن التعامل معنا بما فيه الكفايه الحمد لله. ربنا وفاني. دي كانت فتحه الخير بالنسبه لي، وتعينت فيها كمدير حسابات في شركه ديكور، وربنا كرمني الحمد لله بعدها. وجيت من الشركه ديت نزلت بقى، اشتغلت كل الفترات اللي فاتت دي كلها من يوم ما نزلت من الشركه دي سنه 91 لحد سنه 2004 وانا في شركات القطاع الخاص في مصر. كنت تدرجت فيها من مدير حسابات لمدير مالي اخر حاجه، وبعد كده انتقلت بعد كده من مدير مالي الى محاسب قانوني من اول 2004 لحد دلوقتي ان شاء الله. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان، سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان، سلم على مصر واحد واحد بالاسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات المتشافة اللي بقالها زمان. سلم على مصر شارع شارع عنوان عنوان اسم كمان. مصر العشرية المضيافة وجودها في الدنيا إضافة، هي الحكايات اللي بتشاف اللي بقالها زمان. التغير ايه اللي حصل في مهنة المحاسبة عامة؟ وهل ما زالت المهنة بتحمل نفس اسلوب العمل منذ تخرجك حتى الآن؟ يعني الأجيال الجديدة تسير في نفس الطريق اللي انت سرت فيه، ولا في تغير حاصل في بيئة المحاسبة؟ طبعا في تغير، لان مهنه المحاسبه اتغير. احنا كنا زمان في السبعينات والثمانينات لحد التسعينات كمان كنا بنعتمد على الدفاتر، الدفتر الكبير بتاع اليوم ده، الدفتر الكبير اليوميه الامريكيه او اليوميه العامه زي ما حضرتك عارف يعني. ما فيش كمبيوتر طبعا، ما فيش حاسب آلي، ما فيش استعمال الحاسب الآلي خالص. حتى في فترة التدريب اللي في الشركة القطاع العام اللي أنا اشتغلت فيها كان كله شغل بالدفاتر والشغل اللي هو الورقي كله يعني كله حاجات دي بالدوكيمنت كلها باستعمال بالمستندات يعني. بعد كده بدأنا ننتقل، المحاسبة تتطور في دخول الحاسب الآلي من بداية أواخر التسعينات يعني. وبعد كده مع بداية الألفينات بقى بدأنا ننتقل بقى ونتعامل مع الكمبيوتر. فالحمد لله ان انا برضو من بحب الاطلاع وحب القراءة بقيت اجيب الكتب بتاعت الاكسل والوورد. ما حدش علمني، ما خدتش كورسات في الكمبيوتر خالص، علمت نفسي بنفسي يعني. من خلال الكتب، من خلال اكتسبت المهارات بتاعت الاكسل والوورد ديت والويندوز والحاجات دي كلها من خلال الكتب نفسها. اجيب كتب واطبقها على الحاسب الآلي. جيت اشتريت كمبيوتر وبقيت اطبق لحد الان بدات بقى ان انا اصمم نظام يعمل الميزانيه من خلال الاكسل. يعني حضرتك احط قيد اليوميه على الاكسل اوريدي تطلع لي ميزانيه في الاخر في خلال اقل من ربع ساعه اعمل ميزانيه. كنت بعملها الاول في 3-4 ايام في خلال الدفاتر واليد والمانوال يعني. الاستاذ العام الاستاذ العام وترحيل القيود في الاستاذ العام والحاجات دي، وفي اليوميه العامه كتابه القيود والحاجات دي. بعد كده يعني بدانا نعمل الكمبيوتر بقى ايه، الاكسل ده اعطانا المهارات الكامله نعمل الميزانيه اللي كنا بنعملها في يومين وفي 3 ايام بالدفاتر والمستندات. بدانا ان احنا نعمل قيد اليوميه من اليوميه الامريكيه
الميزانيه وناخده من اليومين الامريكان نحطه على الميزانيه. كل ده تصميمي بالمعادلات، بقيت اذاكر معادلات واعمل معادلات، ربطت الامور كلها ببعضها لدرجه ان في دكتور في كليه التجاره كان اسمه فاخر مرعي، يعني رحت زياره ليه في كليه التجاره، فبعرض له ملف الميزانيه اللي على الكمبيوتر ده انبهر بيه يعني. قال لي لا ده انت تقعد هنا والكمبيوتر قدام منك وطلع لي الميزانيه. فقال لي بصراحه انا مش هسيبك بقى خلاص. فهو اخذني معاه في بيته، عزمني عنده في بيته، قال لي اعملها لي حطها لي على الكمبيوتر بتاع البيت. مبهور، قال لي لا انا عايز الحاجات ديت انا اعلمها بعد كده للطلبه واخلي الطلبه يستفيدوا منها. اكيد. والحمد لله لحد دلوقتي ماشيين بيها لحد دلوقتي. ففي تطور في مهنه المحاسبه، وفي تطور من الحاجات اللي هي الدوكيومنتري لحد ما وصلنا اللي هو الحاسب الآلي والكمبيوتر يعني. فكره القيد المحاسبي والتوجيه المحاسبي ده العمل الاساسي للمحاسب. النهارده لما كمبيوتر يقوم بيه، مش ده انتقاص من دوره؟ يعني النهارده انا ممكن يحط العمليه او يحط القيد وهي تسمع في كل حته، ما بقاش فكره بقى المراجعه يعني ممكن النظام الرقمي نفسه هو اللي يراجع كمان على القيود وعلى القوائم الماليه وكل هذه الامور. فالنهارده دخول الرقمنه بهذا الشكل والبرمجيات كمان اللي بقت اعلى من التطبيقات الموجوده ودخول الذكاء الاصطناعي ممكن يقضي على مهنه المحاسبه ومهنه المراجعه. لا، ما انا هقول لحضرتك حاجه. ما هو انت يعني انا مش مجرد ان انا بحط له قيد او بحط له قيد محاسبي وهو بيروح مطلع الميزانيه، مش عمليه رقميه بحته برضو. يعني لازم اللي يكون قاعد قدام الكمبيوتر ده محاسب. ليه؟ انا ممكن يبقى في غلطه في القيد مش متوازن لازم اوزنها. ممكن وهو بيرحل بينقل من اليوم العمل الميزان المراجعه لقائمه الدخل للميزانيه. في عمليه النقل دي ممكن تكون حاجه مش موزونه في النص، يعني لازم تتوازن. ممكن يكون في قيد معين من القيود دي مش متوازن يعني، او غلطه في اثناء المراجعه على الكمبيوتر مش متوازنه، تيجي الميزانيه في الاخر وانت بتبص عليها تلاقيها مش متوازنه. في تكات معينه عايزه خبره معينه في المحاسب اللي قاعد بيشتغل الميزان ده. لازم يكون عنده خبره وعنده يعني يكون لمم المحاسبه كويس قوي. بالاضافه طبعا لازم اللي يكون المحاسب ده يكون بروفيشنال، مش اي محاسب، ولازم يطور من نفسه ويكون عنده القدره على التطوير باستمرار يعني. تمام. انتقالك وخطوة السفر إلى الخارج للمملكة العربية السعودية وبداية الاغتراب، برضو ازاي جهزت نفسك لهذه بداية السفر؟ طبعا بيبقى حلم كان بيراود ناس كتير جدا فكرة ان هو يسافر تحت دول الخليج ربما لتحقيق مستوى مادي مقبول. فالنهاردة ازاي تأهلت لبداية السفر؟ هو البداية كانت الحاجة ملحة طبعا لأن الإنسان يبني نفسه ويكون نفسه عشان يتجوز يعني ويبني بيت ويفتح بيته. من ناحية تانية برضه يشوف دنيا تانية، لأن السفر برضه ليه فوائد زي ما أنت عارف السستار. فأنا لما سافرت لقيت النظام المحاسبي طبعا في المملكة العربية السعودية بيختلف عن النظام المحاسبي عندنا هنا في مصر، اختلافات معينة. وطبعا النظام الضريبة عندنا غير النظام الزكاة هنا عندهم هناك. طبعا بعد ما بتشتغل وبتسجل بتروح تحسب على الارباح بتاعتك اللي تضربها في 2.5% وتطلع الزكاه وتورد الزكاه لمصلحه الزكاه. فكل دوله لها قواعدها ولها اسس المحاسبه بتاعتها. حتى في النظام مراجعه مكاتب المحاسبه في المملكه العربيه السعوديه بيختلف عن النظام هنا في مصر يعني. رغم ان قواعد المحاسبه واحده. رغم ان قواعد المحاسبه واحده، بس عشان النظام الضريبي هنا، النظام المحاسبي هناك بيختلف عن النظام المحاسبي هنا. هو يمكن الاسس واحده لكن النظام بيختلف عن النظام هناك. فاستفدت طبعا من خلال الفتره دي. قعدت حوالي 3 سنين في المملكه من سنه 89 لسنه 91. وطبعا ربنا اكرمني بزياره الحج والعمرات والحاجات دي، يعني حاجات برضو روحانيه وجميله. وكان حبي ان انا اروح المملكه العربيه السعوديه عشان الزيارات دي بالذات يعني. وفي نفس الوقت هناك بتختلط مع الاجانب بقى، يعني بتشوف جنسيات هنديه، جنسيات فلبينيه، فده بيدعم اللغه الانجليزيه بتاعتك جامد يعني. فالاختلاطات ديت وخلينا برضو بنشتغلوا ميزانيات بالانجليزي وبندوا للسفارات ديت حاجات بالانجليزي ومراسلات وخطابات بالانجليزي والحاجات دي كلها عادت بالنفع على الواحد يعني. ولادنا لازم يعرفوا ان الامل ما بقاش بعيد. المجاملة الصورة كاملة وقت الشدايد بنبقى واحد. بقوة نعمة وقوة عاملة وجيش عزمته من حديد. مصر النهاردة بتبتدي تكتب تاريخها من
درست الدراسات العليا كيف بدأت؟ والله هي دراسات عليا. انا ما اخذتش دراسات اكاديميه من خلال جامعه اسكندريه. انا الدراسات كانت عندي مجموعه من الجمعيات ومجموعه من النظم يعني اللي هي بتختلط بجامعه الدول العربيه. فهم جم اخذوا مني السيره الذاتيه من حوالي الكلام ده من حوالي 5 سنين او 4 سنين تقريبا في 2018 وقالوا لي عايزين السيره الذاتيه عشان نقدمها في جامعه الدول العربيه عشان نجيبوا لك الدكتوراه الفخريه في المحاسبه وبعد كده جابوا لي الدكتوراه الفخريه في الاقتصاد من خلال السيره الذاتيه بتاعتي. جميل. دكتور عبد الرحمن، ايه النصيحه اللي توجهها النهارده لاي شاب واي شابه في بدايه دراستهم للتجاره او بدايه دخولهم في الحياه العامه؟ هو أهم حاجة إن هو يكون عنده الرغبة في الدراسة في كلية التجارة أو الرغبة في الدراسة في أي كلية هو بيرغبها. وبعد ما بيكون عنده الرغبة يكون عنده الطموح إن هو ينجح في الكلية ديت وبعد كده يتوسع في المعلومات اللي هي متعلقة بالتخصص بتاعه وفي نفس الوقت يكون عنده الرغبة إنه ينجح لأن هو كل ما يكون رغبة النجاح موجودة كل ما ربنا هيوفقه. هم طبعا كل أبناء مصر أبنائنا وربنا يوفقهم اللي في الجامعات كلهم وربنا يوفق الجميع ان شاء الله. ان شاء الله. والحياه العمليه؟ والحياه العمليه ان هو يكون في الزمن اللي احنا فيه كمان والله هم معذورين لان هم محتاجين اللي يدعمهم في الحياه العمليه، محتاجين ان هم حد اللي يقف جنب منهم ويأيدهم ويساعدهم ومحتاجين للنصح. بس انا يعني عندي رساله لكل الشباب لازم تتقبل النصح من الاكبر منك لان هو للاسف معظمهم او يمكن الاغلبيه منهم ما بيتقبلش النصح من الاكبر منه وبتبقى عنده الفلسفه ولازم يتفلسف ولازم هو يعني باللغه العاميه يبقى فيهم اوحى مع الاباء ومع الامهات ومع الاكبر منه في السن اعمامه واقاربه. لازم ان انت تحاول تسمع وتتقبل المعلومه وتدرسها ولو عايز تتعارض او تتناقش برضه تبقى المناقشه بالادب وبالاسلوب الكويس يعني. ان شاء الله. شكرا جدا ضيفنا الكريم دكتور عبد الرحمن شعبان على هذا اللقاء. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. وانت طيب يا فندم وكل سنه وحضراتكم طيبين جميعا وكل الشعب المصري بخير يا رب ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، في ختام هذه الحلقه من البدايه بنعود الشكر لضيفنا الكريم اللي شرفنا في هذا اللقاء دكتور عبد الرحمن شعبان، دكتوراه في المحاسبه والاقتصاد. نشكره مره اخرى ونشكر حضرتكم على حسن المتابعه. الى اللقاء في حلقه قادمه وضيف اخر والبدايه.